هاي اترك لي اياها مخمخ فيها. روح روح اعمل لي كاس الشاي حمرة مثل الشفة ومليانة للشفة وبتلدع الشفة. بأمرك معلم بأمرك. صيري معتز اشترى طحين من واحد طلع حرامي. معك حق، بس هي الاكياس لقوها بدكانة معتز، يعني التهمة لابسته لبس للأسف. طب وقدر الراب الصغن هذا وفاروق؟ أبو فاروق لحد هلأ ما في أي إثبات إنه هو اللي سرق الطحين، مجرد أقوال يعني. واللي مثبت التهمة على معتز مثل ما خبرتكم الأكياس اللي جوا الدكان. موقفه صعب كتير، خصوصي إنه ما في شهود على عملية الشراء، ما في غير شريكه السابق، وشهادة شخص واحد ما بتكفي، يعني الموضوع كلمانه عم يتعقد. لا مرة القصة، طب شو حلتها؟ هو بكرة بعد بكرة بدهم يحولوا معتز على المحكمة. بيكون قدامنا شغلتين، ندفع حق الطحين وبيسقط الادعاء الشخصي، وبيصفى وقتها الحق العام، وهذا مقدور عليه ان شاء الله، ما تخافوا من شيء. يعني اذا دفعنا حق الطحين بيطلع معتز من السجن ان شاء الله. تفضلي اختي. معوضين. تفضل سيد راسي. السلام عليكم. جيب لي الكرسي لله. عمرا هذا تعمل مني لله. لك جواد قلت لي انت متعلم. معلوم تاج راسي ومحسوبك دارس طب اسنان، حتى بالعلامه شوف اسناني شو بيض. ها هلا كل واحد اسنانه بيض بيدرس طب اسنان. اكيد يا بيك، بس انا تركت مشان الفقر والعازه. يعني جواد هلا انت لو كنت كملت كنت صرت حكيم اسنان. ايه والله كنت فتحت عياده كمان، بس نصيب. حسبي الله ونعم الوكيل، قديش في مظلومين بهالدنيا. لك جواد شو قولك باللي بيخليك تكمل تعليمك وتفتح عياده؟ إيه شو رايك انه ما بتركك على قطع رقبتي؟ انا بدي اترك الرجال اللي وقف معي؟ لا يا معلم. والله عبيت معي لك يا جواد، عبيت لي راسي تمام، مشان هيك بدي سلمك الدكانه من ساسها لراسها. الى عيونك، وهي امانه كبيره برقبتي، وبكره شوف الشغل كيف رح يصير معلم. ايه وكل جمعه بنبلش نتحاسب. كلامك طابه معلم، واعتبر مالك عند حارس امين ان شاء الله. ايوه، وانت ليش جاي تقول لي الحكي؟ لاني ما بحب الظلم.